بصوا يا جماعه، بس مع احترامي لاي حد بيدي كورسات ميديا باينج واي حد بيطلع لك الكورس ده، لما تخلصه هتبدا شغل بمينيمم 80,000 جنيه مبدئيا. في بلادنا مفيش حاجه اسمها كده. اي حد يقول لك متوسط مرتبات شغلانه ايه، انت بتفتي، لان احنا اساسا هي ماشيه بالبركه. انت ممكن تلاقي واحد في شركه ستارت اب سبحان الله بياخد فلوس اكتر من شركه مالتي ناشونال. ممكن تلاقي 3 شركات زي بعض ونفس التايتل، وكل واحد بياخد سالري معينه. فحته اصلا خلص الكورس هتبدا شغل ب 80,000، ده بينصب عليك. ده بينصب عليك، مفيش طريقه ممكن اجملها بيها. تاني حاجه بقى، اي حد في الدنيا يقول لك ان الميديا باير مش محتاج يبقى فاهم كونتنت، ومش محتاج يبقى فاهم الديزاين بتافكت الكامبين ازاي، ومش محتاج يبقى فاهم ماركتنج، نصاب. يعني لو الكورس كله لقيته بيكلمك في الالجوريثم واللوكالايك والسيفت اودينس والبيكسل وما اعرفش ايه، ويدخلك في تكنيكاليتيز على طول، فيحسسك ان انت لو كل الحاجات دي وكل الكامبين سيت اب انت عملته صح هتجيب ريزلتس، غلط. انت كده حافظ مش فاهم. لان انت مثلا لو انت بالتارجت كلاس دي، ولقيت كونتنت كريتور داخل على تشات جي بي تي مش فاهم حاجه، وعمل كابشن بالانجلش، وده الديزاينر مش فاهم حاجه فراح كاتب تي او في بالانجلش على الديزاين، وعمله بشكل فانسي قوي وشكل بريميوم قوي، وانت رحت واخده عملت كل حاجه صح في الكورس بتاع كيف تصبح ميديا باير في 3 شهور، مش هتجيب ريزلتس. ليه؟ عشان انت يا باشا بالتارجت دي كلاس بالعربي في الكابشن، قصدي بالتارجت دي كلاس بالانجلش في الكابشن، وبالتارجتهم بالانجلش في الديزاين، وعامل ديزاين بريميوم قوي هيديهم انطباع ان المنتج اصلا غالي. ما دام معمول بالجوده دي، على فكره دي حاجه بتفرق. انت ممكن شكل الديزاين يخوف الناس من المنتج. لو عملته زي ما بقول لك شكله فانسي قوي، وحد دي كلاس يقول لك يا عم ده البتاع ده شكله غالي. ولو عملته شكله رديء وانت بالتارجت اي بلس، اقول لك ايه الامر ده يا عم، مش عارفين يعملوا ديزاين عدل، ده شكلها حاجه تحت الكوبري. انت بقى الميديا باير لو انت مش فاهم ده، او شايف ان انت مش مضطر تفهم ده، او مش دورك تتدخل في ده، هتجيب ريزلتس في الكامبين ازاي؟ هتبقى ساعتها موظف. الخناقات بقى اللي بنشوفها في الايجنسي، والله انا شغلت الكامبين صح وعملت كي وورد صح. والكونتنت كريتور، والله انا كتبت الكابشن اهو، في هوك وفي كول تو اكشن وفي الاوفر زي ما الكلاينت طلب. والديزاينر، والله انا اللي كان مكتوب لي في البريف عملته. هتقعدوا بقى كلكم موظفين. فده بسبب اللي انا اساسا بفضل اتكلم فيه، ان لازم تبقوا عندكم باك جراوند ماركتنج. ما بقولكش لازم تبقى متخرج ماركتنج وفاهم ام بي اي، لكن قبل ما تخش لي على تشات جي بي تي وتقول لي انا بكتب كابشن، يعني اتعب نفسك وافهم مبادئ الماركتنج. قبل ما تخش كورس الميديا باير اللي بيقول لك هتشتغل بيه ب 100,000، افهم مبادئ الماركتنج. قبل ما تعمل ديزاين افهم مبادئ الماركتنج، واهم حاجه حطوا استراتيجي واعملوا ريسيرش قبلها.